ده بقى العفريت الجزائري بغداد بونجاح، لاعب الاهلي الجديد في يناير نسبه تتخطى 90%، واللي عمل رقم قياسي في عام 2018 كان هداف العالم، قدر يسجل 58 هدف. بالمناسبه عايز اقول لك ان بغداد بونجاح موجود بالفعل في القاهره مع بعض مسؤولي نادي الشمال القطري لانهاء كافه التفاوض مع النادي الاهلي. بكل تاكيد اعرفك على كل حاجه تخص اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، وهبرز لك اهم مميزاته وعيوب، وازاي ممكن يفيد النادي الاهلي مع المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي خصوصا في كاس العالم للانديه. يلا بينا في البدايه نبرز مميزات بونجاح. مهاجم بيمتلك حس تهديفي من طراز اوروبي وليس عربي، موجود في قاره اسيا وقاره افريقيا بالغلط، اتظلم لانه كان يستحق ارتداء قميص اكبر للانديه في اوروبا. بيسجل من ربع فرصه حرفيا، عنده تنوع في التسجيل بشكل رهيب، بيسجل براسه، بيسجل بكلتا القدمين، بقدمه اليمنى وقدمه اليسرى. بغداد بونجاح ممكن في لحظه يسبب حاله ارتباك لخط دفاع بالكامل، وكذلك مرعب لحراس المرمى. بيسجل من داخل او خارج منطقه الجزاء، احيانا بيستخدم مهاراته ويكلفت المدافعين ويهين حراس المرمى. بغداد بونجاح ستايل لعبه عامل زي النجم البولندي ليفاندوسكي نجم برشلونه ومنتخب بولندا، نفس ستايل اللعب بالظبط، بيعرف بكل سهوله يهرب من الرقابه الدفاعيه. ما انا قلت لك في البدايه مهاجم عفريت، مش من السهل انك تعرف تمسكه كمدافع، قاطره بشريه ما شاء الله، ورجله عارفه طريقها للمرمى. مهاجم غني عن التعريف لان معظم جماهير النادي الاهلي عارفه امكانيات بغداد بونجاح بشكل كبير جدا. مهاجم من نوعيه المهاجمين اللي يسعفك وينقذك في الاوقات الصعبه، وده كان هدف من ضمن اهدافه العالميه والحاسمه مع منتخب الجزائر في مرمى منتخب السنغال في بطوله افريقيا 2019. لكن اهم ميزه بتعجبني في بغداد بونجاح انه دائما بيلعب بروح، دائما روحه حاضره على ارضيه الميدان، وده بكل تاكيد المطلوب في النادي الاهلي. عايز اقول لك بغداد بونجاح كتاب مفتوح. انما بالنسبه لعيوب بغداد بونجاح، اول عيب في الصفقه بتتكلم على عامل السن، عمره حاليا بيتخطى 33 عام. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي مسببه حاله جدل لدى جماهير النادي الاهلي، ولكن مش عايزك تقلق من النقطه دي، عايزك تبقى مقتنع تماما ان الغرض من الصفقه هو كاس العالم للانديه. لسه ما شاء الله محافظ على نفس مستواه، لسه محافظ على بنيته الجسمانيه. في اعتقادي في بعض المباريات مارسيل كولر هيحتاج للثنائي على ارضيه الميدان، ويكفي عزيزي الاهلاوي انك تبقى داخل كاس العالم وبتمتلك 2 مهاجمين سوبر. ثاني عيب ممكن تشوفه في بغداد بونجاح انه احيانا بيضيع فرص سهله، ولكن الميزه هنا في نفس الوقت بغداد بونجاح لو جاله 10 فرص ممكن يسجل من ال10 8. من ضمن عيوبه ايضا احيانا بغداد بونجاح ما بيرجعش يقدم الواجبات الدفاعيه مع باقي زمايله في الفريق، لانه دائما بيبقى مركز في الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا، ولكن دي تعتبر بالنسبه لي مش عيوب كبيره. اكتر عيب في الصفقه هو عامل السن. بغداد بونجاح يعتبر افضل مهاجم عربي في اخر 8 سنين على الاقل. لما يلعب في نادي لازم يبقى هداف الدوري، سواء مع السد القطري او الشمال القطري، وكل موسم بيجي له عرض من انديه كبيره جدا من داخل وخارج الشرق الاوسط، لدرجه ان كان في كلام في الموسم الماضي ان تشافي مدرب برشلونه محتاجه معاه في الفريق قبل التعاقد مع ليفاندوسكي المهاجم البولندي المرعب. ما انا قلت لك في تشابه كبير جدا ما بينه وما بين ليفاندوسكي نجم برشلونه ومنتخب بولندا. تعال بقى اما اكلمك على ارقام بغداد بونجاح على مستوى الانديه والمنتخب الجزائري. حابب نبتدي بارقامه في الموسم الحالي مع فريق الشمال القطري. خاض حتى الان 11 مباراة مع فريق الشمال القطري، مساهم في 17 هدف في 11 مباراة فقط، قدر يسجل 11 هدف ويصنع 6 اهداف اخرين. عايز اقول لك ان بغداد بونجاح هو هداف الدوري القطري. بغداد بونجاح كان خاض تجربة سابقا مع فريق السد القطري، انضم لفريق السد القطري في عام 2015، لكن بالنسبة له الموسم الاستثنائي كان موسم 2018. قدر يسجل مع السد القطري 58 هدف في الدوري القطري فقط، كان مسجل 39 هدف، يعتبر الهداف التاريخي نادي السد القطري. بالاضافة انه في نفس الموسم في دوري ابطال اسيا في عام 2018 كان هداف البطولة برصيد 13 هدف. ما شاء الله أرقام مرعبة، أرقام مدهشة. وعلى المستوى الدولي منذ تمثيله منتخب الجزائر سجل 25 هدف، ويعتبر من أهم لاعبي منتخب الجزائر. ياما حصل ماتشات لمنتخب الجزائر، وسجل طوال مسيرته في الملاعب سواء على مستوى الأندية والمنتخب يقرب من 300 هدف، وده رقم مش هين على الإطلاق، رقم مرعب. فتخيل تبقى داخل كأس العالم للأندية انت بتمتلك مهاجم مرعب زي القناص الفلسطيني وسام ابو علي، وكذلك العفريت الجزائري بغداد بونجاح. في نهاية المطاف ما تنساش تقول رأيك كمشجع للنادي الأهلي في الصفقة. استنى في الفيديو القادم إن شاء الله.